2024 هاد المرة دخلت سخونة. توقيف بعض الأساتذة من طرف وزارة التربية الوطنية. رئيس الحكومة كيتخذ قرارات اللي هي جد صعبة وكيزيد كيعمق المشكل، والأساتذة ما غاديش يسكتوا. الأساتذة غيخرجوا للشارع، الأساتذة غيرفعوا مطالب وغيزيدوا في التصعيد أكثر، لأن رئيس حكومة أو هاد الحكومة المتعنتة ملي جات وهي كتاخذ قرارات عشوائية غير مدروسة. فكما كتعرفوا سنة الآن ربما سنة بيضاء، فما عرفناش الحكومة فاش كتفكر وفين غدا بهذا الملف، بعد ما فشلت المفاوضات وبعد ما فشل الحوار مع التنسيقيات اللي كيمثلوا الأسرة رجال ونساء التعليم أو الأسرة التعليمية. كذلك بعد ما فشلت كاع الحوارات، اليوم كيقولوا رجال التعليم ونساء التعليم أن النقابات التعليمية كيقولوا ما كتمثلناش وما كتشرفناش. فاليوم قرار الحكومة بعد ما جلسات مع النقابات خرجت بهذا القرار الصادم، وهو توقيف الأساتذة، ومباشرة بعد توقيف هاد الأساتذة فاليوم كما كنشوفوا بدينا كنشوفوا بعض الاحتجاجات في مراكش، في محمدية، في الدار البيضاء، في مجموعة ديال المدن. والآن هاد الاحتجاجات غتزيد في التصعيد لأن الأساتذة راه ما سالينش، ورئيس الحكومة راه فاهم هادشي هذا. لهذا غادي نشوفوا هاد التصريحات لبعض الأساتذة وغادي نعاودوا نرجعوا ان شاء الله معكم. نفرغوا لكم هاد الناس اللي غتوقفوهم عاد غادي يتفرغوا لكم اسبوع، عاد يتفرغوا لكم، ما كيخافوش. الملف الاداري خليناه لكم، حنا عندنا الملف ديالنا اللي كيهمنا هو الملف ديالنا مع الله تعالى. باننا يا ودي يا رئيس الحكومه، يا ودي يا وزير التربيه الوطنيه، وقول لي دابا انت 6000 درهم اش غدير للاستاذ؟ دابا علاش التعنت هذا كامل؟ لاش دابا غيقول لي انت 6000 درهم شنو غدير له؟ هذا سؤال كنطرحه على رئيس الحكومه وعلى على وزاره التربيه الوطنيه. اشنو غدير له هاد 6000 درهم؟ انتم سمعتوا التصريح الان ديال احد الاساتذه اللي كيقول باللي ان اللي خاصو الحبس راه هو رئيس الحكومه وراه هو يعني وزير التربيه الوطنيه. انت سمعتي؟ وكذلك انه تكلم على المخطط الاستعجالي 45 مليار فين مشات؟ طرحوا هذه اسئله مهمه اليوم كتطرح تيخص لها جواب. كذلك الاساتذه قالوا بانه فين هي الثروه ديال الفوسفات، فين هي الاموال اللي كتدخل من الثروه ديال الفوسفات، فين هي الثروه السمكيه ديالنا، فين هي الاموال؟ راه عندنا جوج بحور وثروات اخرى، فين هي الاموال المنهوبه ديال صندوق الضمان الاجتماعي؟ وفين وفين وفين؟ يعني تحملوا المسؤوليه، القرارات ديالكم تحملوا المسؤوليه، الكوارث اللي صنعتوا في هذه البلاد وخليتوا الشباب اليوم تيهاجر لاوروبا، خليتوا الشباب تيلوح راسو في البحر. راه هادشي ماشي معقول، وانكم درتوا السطو كلشي درتوه في جيوبكم. هادشي راه ماشي معقول. ملي كنمشيو للسكن كنلقاو السكن الاقتصادي وكنلقاو اراضي وكنلقاو هكتارات دايرين فيهم ما بغيتو، وانتم بوحدكم عندكم حق انكم تستثمروا في هذا المجال ديال العقار وتجمعوا الفلوس. هذا راه موضوع اخر. اذا راه خاصكم شي شويه تحضروا شي شويه الحكمه وتحضروا البصيره، لان اولادنا اليوم كيضيعوا. راه سنه بيضاء فين غاديين بهذا الشيء؟ اللي عنده الفلوس كيقرا في الخاص، واللي ما عندوش راه هو في العمومي، واللي في العمومي مسكين راه هو ما تيقراش. اذا شنو الحل؟ السيد رئيس الحكومه، انت ولدك راه تيقرا في الخاص، لا انت ولا الوزير، وكاع انتوما هذوك اللي لاباس عليهم كلهم ولادكم تيقراو في الخاص. راه ماشي معقول وليداتنا يضيعوا والاساتذه تا هما يضيعوا. دابا ما لقيتو ما ديروا، نتو قلتوا راه نطردوهم. زعما شنو طردوهم؟ نجريو عليهم الزنقه
واش غياكلوا واش غيشربوا؟ راه عندهم الناس راه عندهم التزامات. وهاد الاقتطاعات اللي درتو دابا اللي بعد كاين اللي السالير مشى يجبد فلوس، لقى السالير فيه 12000 ريال ولا ما نعرف 600 درهم، ولا عنده التزامات. يلا كي غيدير التزامات مع البنكه، عنده التزامات مع الاسره ديالو، مع المصاريف ديالو، كي غادي يدير؟ راه خاص شي شويه الحكومه. راه هادشي اللي كديروا راه ماشي معقول. هادشي هذا راه غادي في التصعيد. الاساتذه راه ما غيتنازلوش، راه نتوما اللي خصكم تنازلوا، نتوما اللي كتعيشوا عندكم الملاير خصكم تنازلوا. الله يغفر لكم. المهم كنظن راه الميساج راه واصل، وكنتمنى يكون شي حل عاجل، لان الوليدات راهما ضايعين، وحنا راه ماشي غاديين في سنه بيضاء. صافي راه ما بقاش شي حاجه اخرى. هادشي اللي كاين. والى هنا اودعكم والى ولا توبيخ. اللي خصو العزل هو نتوما، اللي خصو الحبس هو نتوما، اللي خصو العزل هو نتوما اللي سرقتوا الاموال تاع اتفاق 26 ابريل 2011. فين هما الاموال ديالو المرصوده؟ فين هو المخطط الاستعجالي 45 مليار سنتيم درهم، يعني 4500 مليار سنتيم؟ فين هي؟ شكون اللي خصو العزل؟ وما دوك الناس عليه